دي الآنسة بسنت وده الأستاذ شريف. الاتنين شغالين مع بعض في نفس الشركة. بسنت اترقت وبقت في منصب أعلى من شريف. شريف على طول فسر الترقية دي إن بسنت دي بنت أخلاقها مش كويسة أو إن المدير عينه من بسنت، مع إن لو العكس كان حصل وشريف هو اللي كان اترقى كان هيفسر ده نتيجة لتعبه ومجهوده. تعال أوضح لك الموضوع بحكاية تانية. ده كريم وده أنور والاتنين أصحاب من زمان ودايما بيتكلموا مع بعض في التليفون بالساعات. بس في مرة كريم بيتصل فيها على أنور وأنور مش بيرد عليه على طول. فالأستاذ كريم هنا فسر إن أنور مش عاوز يكلمه أو إن هو بينفض له، مع إن ساعات كتير أنور كان بيتصل على كريم وكريم ما كانش بيرد عليه علشان مشغول في أكتر من حاجة أو إن هو نايم مثلا. بعيدا عن قصة بسنت وشريف وحكاية كريم وأنور، هو ليه دايما الإنسان بيحب يفسر سلوك الناس بسطحية من غير ما يراعي ظروفهم؟ وعلى العكس نفس الشخص ده بيكون عاوز الناس كلها تراعي ظروفه وتشوف الصورة كاملة. حط لايك للفيديو واشترك في القناة وتعالى أقولك على سبب الموضوع ده. انت ممكن تكون بتسوق عربيتك بسرعة زايدة قوي في الشارع علشان انت شخص متهور وعديم المسؤولية، او لانك مستعجل على ميعاد مهم ومحتاج توصل له بسرعة. خبراء علم النفس الاجتماعي بيقولوا ان الانسان دايما بيحب يفسر سلوكه على انها بدافع ظروف خارجية. زي ما قلنا هو بيسوق العربية بسرعة زايدة قوي في الشارع علشان هو مستعجل على ميعاد مهم، او ان هو سقط في الامتحان علشان الامتحان كان صعب. وعلى العكس تماما بيحب يفسر سلوك الناس التانية على حسب صفاتهم الشخصية من غير ما يراعي الظروف المحيطة بيهم. يعني فلان بيسوق العربية بسرعة زيادة قوي في الشارع علشان فلان ده شخص عديم المسؤولية، أو إن هو سقط في الامتحان علشان هو غبي ومش بيذاكر. والموضوع ده ليه تفسيرين. التفسير الأول بيقول إن الإنسان بطبعه بيحب يكون فاهم كل حاجة بتحصل حواليه، وما بيحبش يسيب أي موقف يعدي كده من غير تفسير. ونظرا ان الانسان محدود ومعلوماته مش كفاية فيبتدي بكل سطحية يكمل التفسيرات دي من عنده من غير ما يكون عامل تحليل للصورة كاملة. يعني مثلا البنت اتحرشوا بيها في المترو علشان لبسها كان ضيق او ان هي عاوزة كده، او حد تاني مش بيتكلم مع الناس كتير يبقى هو كده انطوائي، او انه شخص عايش في دور المتكبر، وحاجات كتير من النوع ده. التفسير التاني بقى بيقول إن الإنسان بيعمل كده لما يحس إن المجتمع أو اللي حواليه بيحاسبه من غير ما يراعي ظروفه أو الضغط اللي بيمر بيه، فيقرر هو كمان يتغاضى عن الحاجات دي في تعامله مع باقي الناس اللي حواليه. بمعنى إن حد مديره في الشغل ما قدروش لما اتأخر 10 دقايق في المواصلات لما الطريق كان زحمة، فهو كمان يقرر ما يقدرش ابنه اللي اتأخر بالليل في الدرس علشان المدرس طول في الشرح. وزي ما المدير فسر إن هو موظف كسلان، هو كمان هيفسر إن ابنه فاشل. وكلنا يا صديقي بنقع في الفخ ده، وبنحط الناس في تفسيرات ملهاش علاقة بالحقيقة. وعلى الرغم من ان في حاجات كتير بتكون صح وتفسيرك ليها بيكون منطقي، بس في حاجات اكتر بتكون غلط. فبلاش دايما يا صديقي تفسر من دماغك، وحاول ان انت تشوف الصورة كاملة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.